المشاهد المغربي متعطش إلى أعمال تشبه وتترجم واقعه، بعيد على المسلسلات المدبلجة أو التركية اللي كانت كتقدم للأسف بشكل يعني اعتباطي. يعني هاد الهاجس هذا كان عندنا حنايا ملي انا ملي كنعقل راسي ملي تخرجت من المعهد عندي ديبلوم ديال التشخيص ديال كيف اكون ممثله محترفه، عندي تقنيات ديال التشخيص وكل شيء، ولكن كان واحد الهاجس اخر، هاجس فني، كيف نؤسس لاسلوب فني يشبهنا، يمثل الهويه المغربيه، المرجعيه الثقافيه ديال الانسان المغربي. هذا كان يراودنا في صمت، كل وحده شادها في قلبها وكتشتغل عليها بصمت وكتشتغل بها وباجتهاد ايضا، لان خصها هذه المساله تتطلب بحث وقراءه تماما. يعني الفكره تبلورات على مرور الوقت حتى 2005 فاش جات السنه ديال التاسيس ديال فرقه الطاكون وجات بها مسرحيه بنات لاله منانا. يعني من تما بحال تجمعنا وقلنا حان الوقت لنصيغ اسلوب جديد او بحث اسلوبنا، نحطوا هذا الهاجس الفني اللي كيراودنا في صمت يولي علني، ونوليو كنحطوه نبلوروه في مشاريع فنيه. وبدات البدايه من بنات لاله منانا، من بعد بنات لاله منانا ولات مسلسل وغادي نعيشوا وما الى ذلك. صحيح. هذاك يعني حقيقه كانت واحد المرحله كانها حدثت واحد النوع القطيعه ما قبل بنات لاله منانا، لا في المسرح ولا في التلفزيون، لان وقع واحد النوع ديال التصالح كما اسلفت مع المشاهد المغربي.